بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم البنات. اليوم جبتكم وصفة فطيرة بالعجينة المورقة الجاهزة بحشو بنين بزاف بدون لحوم. تجي هايلة البنات، ونتمنى البنات ديروا لي الاشتراك واللايك والتعليقات المحفزة باش تكبر القناة نتاعنا ونمد المزيد. شوفوا يا البنات، تجي هايلة وتجي مفرمجة. شوفوا البنات ما شاء الله. هنا البنات كما راكم تشوفوا حتى بديت نشحر البصله نتاعي، وقلت والله حتى ندير فيديو مع البنات. هنا درت زوج بصلات متوسطات نشحرهم كما راكم تشوفوا. نديرو زيت زيتون، نديرو البصله نتاعنا، نجهدو شويه تاع الغاز، من بعد نخليها تشحر شويه. نجيبو الملح، نديرو الملح على حسب الذوق، ونحركو البصله نتاعنا. من بعد نغطوها ونخلوها حتى تدبل معانا. هنا البنات بعد ما دبلت معنا البصله كما راكم تشوفوا هكا، هنا نجيبوا فلفل الوان، عندي الاحمر والخضر والصفر. انا هنا عندي كونجلي، نديرهم مع البصله نتاعنا ونحركوا جيدا الفلفل مع البصله، ومن بعد نغطوه ونخلوهم يدبالوا مع بعض. ونتمنى البنات اللي وصلت لهاد المرحله دير لي اللايك والاشتراك فضلا وليس امرا باش تطلع القناه نتاعنا. هنا البنات شوفوا بعد ما دبلنا الفلفل والبصله، شوفوا شغل دبالو. هنا نجيبو حبة طماطيش نربيوها ونحركو جيدا، ندخلو طماطيش مع الفلفل والبصله. من بعد نجيبو صوص طوماط، ونحركو المكونات بهذه الطريقة. حشوة سهلة سريعة بدون لحوم بدون اي حاجة. هنا البنات نجيبو لي زيبيس تاعنا، ندير فلفل الكحل، واللي يبغي حار يدير فلفل الحمر داك الحار، ولا يدير مع الفلفل يدير قرن تاع فلفل حار. هنا باش ندير كمون جبت سكينجبير. هنا نزيدو الكمون تاعنا ولي زيبيس على حسب الذوق، كل واحد واش يبغي يدير. هنا عندي الثوم بودره، ونحرك المكونات جيدا. من بعد نغطو ونخلي حتى يشرب يطيب ويشرب لنا كامل داك لاصوص يولي عاقد. هكا نغطو البنات نخليه يشرب ونولي معاكم. هنا البنات شوفوا بعد ما شرب لنا داك السوائل كامل، هنا نطفيو الغاز نتاعنا ونخليو حتى يبرد كامل، ونرجعو نديرو الطريقه نتاعنا. هنا البنات خليه يبرد ونولي معاكم. هنا البنات انا جبت العجينه المورقه الجاهزه، كنت مشغوله وعندي ما ندير. جبت في الساع جبت هنا العجينه المورقه الجاهزه. نفتحوا الحبه الاولى نتاعنا ونجيبوا الحشو نتاعنا بعد ما برد جيدا باش ما يخسرناش العجينه. نحطوا الحشو نتاعنا كما هاك ونسطحوه كامل فوق العجينه. نتمنى البنات يعجبكم الوصفات، وتخليوا لي التعليقات نتاعكم فضلا وليس امرا، تشتركوا معنا في القناه باش تكبر القناه نتاعنا. هاكا البنات نديروا كاع الحشو ما نديروش في الاطراف، نخليو الاطراف باش ما يخرجناش الحشو. من بعد نجيب الفرماج رابي وندير الفرماج الرابي نتاعنا كما راكم تشوفوا، غيكثروا باش يجي معلق. هنا من بعد نجيبوا العجينه الزاوجه ونديروها فوق الاولى كما راكم تشوفوا. هاكا البنات ساهله. من بعد نجيبوا فرشاة ونضغطوا على الحواف كما راكم تشوفوا، نضغطوا عليهم مليح باش ما يخرجلناش الحشو نتاعنا والفرomage بهذه الطريقه. من بعد البنات نجيبوا صفار حبه بيض مع شويه خل وندهنوا كامل
الفطيره نتاعنا بهذا الشكل، دهنها مليح حتى مع الاطراف بتجينا كاع حمراء. من بعد نجيبو موس ونقطعوا العجينه تاعنا هكا كما راكم تشوفون، نقطعوها كامل. من بعد نجيبو السانوج نرشو من الفوق، ولا ديروا زنجلان كل واحد واش يبغي، ولا تخليوها كيما هاك ما ديروا حتى حاجه. انا نبغي السانوج هكا في المعجنات. ندير لها السانوج كما راكم تشوفوا البنات، كملتها كامل، درت لها السانوج دهنتها. من بعد نجيب الصينيه تاع الفرن ونحطها في صينيه الفرن وندخلوها تطيب. الفرن شاعل، طيبنا من التحت ومن الفوق ونرجع معاكم. هنا البنات راني خرجت الفطيره نتاعنا من الفرن، شوفوا على لون عدات، يشهي اللون تاعها يشهي صراحه. البنات تجي واعره، غير جربوها، خفيفه ظريفه، سورتو العاملات مساكن ما عندهمش الوقت، يكونوا مزروبين يخدموها. هنا جيت نقطع معاكم، شوفوا النتيجه بعينيكم. صراحه تجي هايله يا البنات، والحشوه بسيطه ما فيهاش كامل التكاليف، بدون لحوم. ما بقى لي غير نقول لكم البنات تهلاو في رواحكم، نتلاقاو فيديو قادم ان شاء الله. تهلاو في رواحكم ومع السلامه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. سلام.